تناولوا بعض الأسئلة. سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية. أريد أن أعود إلى موضوع الصحراء الغربية. لقد ذكرت بأنكم تناولتم هذا الموضوع مطولا، وذكرتم بالموقف الفرنسي الثابت مع خطة الاستقلال الذاتي، وأنكم ستقدمون. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل فرنسا مستعدة لأن تقوم فرنسا ببادرة، وكيف سيكون شكل هذا التقدم في هذا الموضوع؟ أريد هنا سنتناول السؤالان ربما قبل الإجابة على هذا السؤال الأول. أريد أن أتوجه بسؤال إلى مع الوزير ناصر بوريطة. ذكرت بأنكم تناولتم كثير الموضوعات مع الوزير سيجورني. أريد سؤال يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط. هذا سؤال موجود في المغرب. هل تناولتم هذا الموضوع؟ كيف يمكن للمغرب أن يشارك من أجل المضي في الاتحاد من أجل المتوسط؟ من تريد أن تبدأ؟ إذن سأبدأ. شكرا على هذا السؤال. حتى أكون دقيقا فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، هذه مسألة وجودية بالنسبة للمغرب ولكل المغربيين، وكما قلت مع الوزير إن فرنسا تدرك ذلك، وهذا هو يأتي في إطار هذا الموقف الواضح والثابت، وأنا ذكرت ذلك بوضوح على غرار المغرب. فرنسا تريد حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الطرفين بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. كنا الأوائل، وهذا ما ذكرته في خطابي الاستهلالي. نحن دعمنا الخطة المقترحة من قبل المغرب في عام 2007، وهذا يأتي في إطار هذا الاستمرار الالتزام. أقول هنا بأنه آن الأوان للتقدم. الإجابة على السؤال فيما يتعلق بمدى التقدم، إن التقدم يعني من أجل الوصول إلى حل براغماتي وواقعي، ونحن بالتالي ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة من أجل استئناف جدول الأعمال، ومن أجل مشاركة جميع الأطراف بحسن نية. ونحن نؤكد على مصالح سكان هذه المنطقة في مجال التربية والثقافة. هناك مدرستان فرنسيتان في دخلة وفي العيون، وبالتالي تم النشر، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. قاموا بإنشاء مركز ثقافي متجول في مدينة العيون بوجدور ودخلة، وهناك نجاح هذه المبادرة. والتقدم أيضا يعني التأكيد على التطوير الاقتصادي والاجتماعي في هذه المنطقة. المغرب قام الاستثمار بكثير في مشروعات التنمية لصالح السكان المحليين، هذا أمر واقع. وفي مجال التدريب والتأهيل والتكوين ومسار الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق المتعلقة بالموارد المائية، نحن نواكب ذلك كدعم للجهود المغربية. هذا هو الموقف الفرنسي اليوم، وهذا هو موقفنا بشأن الصحراء الغربية. فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، هناك 4 عناصر للإجابة على هذا السؤال. إن المغرب وفرنسا اطلعتا بدور مهم في هذا المشروع. إن فرنسا هي التي كانت المبادرة في الاتحاد مجلس المتوسط كتكملة لعملية برشلونة، وكذلك في عام 2008. وإن فرنسا أيضا حاولت أن تضفي ديناميكية على هذه العملية لاحقا.
والمغرب بدوره جسد الاتحاد من أجل المتوسط من خلال الأمينين العامين المتتاليين، والمغرب هو البلد الوحيد من الجنوب الذي يشارك في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، دون أن ننسى بأن المغرب هو الذي قدم حوالي 40 مشروعا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وبالتالي فإن فرنسا والمغرب لديهما مسؤولية ومشروعية من أجل تناول هذا الموضوع ومن أجل تعزيز هذه العملية. العنصر الثاني، نعم، هناك اليوم مشكلة داخل الاتحاد من أجل المتوسط. المشكلة بالنسبة لنا هي ليست مشكلة مؤسسية، إن التقهقر أو الهدوء المؤسسي هو يمثل الوضع في البحر المتوسط. إن الاتحاد الأوروبي متردد فيما يتعلق بالجوار الشرقي، الجوار الجنوبي. إذن هناك هذا التردد الاستراتيجي. في ظل هذا التردد الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي لا يمكن للاتحاد المتوسط أن يتقدم. هناك أيضا الجنوب أيضا مشتت وليس هناك تنسيق، هناك نقص قصور في التنسيق في بلدان الجنوب، وهذا له أثر على عمل هذه المؤسسة. والعنصر الثالث في هذه الإجابة السياق في البحر الأبيض المتوسط. السياق الحالي هو الحرب والاعتداء الإسرائيلي ضد غزة مع كل تداعيات ذلك، وأيضا أثر كل ذلك على استقرار المغرب وبلدان أخرى متوسطية. إن البحر المتوسط أيضا هو أيضا وليبيا أيضا، وبالتالي هذه المنطقة تشهد عدة أزمات سياسية، أزمات مفتوحة وأخرى تحت الرماد، وكل ذلك يمثل هذا التردد. والعنصر الرابع وهو ما يثير قلقنا فيما يتعلق بالطابع الجيوسياسي القائم على الخوف السائد في البحر المتوسط، أي الطابع الجيوسياسي الذي يستند إلى الاستبعاد. رأينا عملية الهجرة وأيضا مسألة الهجرة وكل الضغوطات، وببساطة كل ما يأتي من الجنوب المتوسط يشكل إشكالية. ونرى بأن هذه مشكلة، نرى هذه التداعيات وهذه النزاعات الحمائية. في الماضي كنا نرى بشأن بعض الموضوعات، والآن نرى فيما يتعلق بالسلع. وهناك أيضا مثلا في مجال الزراعة المطروحة على الطاولة يتم مهاجمة المنتجات الغذائية الزراعية التي تأتي من الجنوب، وننسى الكثير من الأمور. أخذ مثال الزراعة. أن الميزان التجاري مع الاتحاد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هناك إفراط لصالح أوروبا بمقدار 600 مليون يورو، وأيضا فيما يتعلق بالقمح. وبالتالي إذا قمنا بوضع ضغط على منتجات الجنوب هذا أمر غير عادل. وإن التبادل الحر، مع الوزير تحدث عن عملية الشراكة، هناك زيادة في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي بمقدار 10 مليارات يورو مع المغرب. وبالتالي هذه هي البيانات. وهناك أمر آخر ينبغي توضيحه، هو أنه اليوم نحن نمثل الاتحاد الأوروبي كما لو كان الاتحاد الأوروبي ممرا بسيطا يمكن للجميع الدخول بكل بساطة. نحن ننسى بأننا قمنا بالتفاوض بشأن الحصص وأمور كثيرة أخرى، وبالتالي أحيانا يتم تبسيط الأمور من أجل إنشاء هذه المشاكل التجارية. وفي الخاتمة على المغرب وفرنسا أن تعملا معا من أجل إحياء مجددا الاتحاد المتوسط. علينا أن نختار، وبالتالي أنا الآن بالنسبة لنا للاختيار، هل نريد أن يكون هناك اتحاد المتوسط سياسي أم تقني؟
فني. نحن لا نستطيع أن نبقى في إطار هذا التردد. إذا أردنا أن يكون هناك الاتحاد من أجل المتوسط، لماذا نناقش مسألة ليبيا في مكان آخر أو في مسائل أخرى في مناطق أخرى؟ وهناك أزمات كثيرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن لا يتم نقاشها في إطار هذا المحفل. هناك أيضا فيما يتعلق بالمساهمات المالية، يجب الخروج من هذه السيطرة من المفوضية الأوروبية على أعمال الاتحاد المتوسط. على الحكومات أن تتولى بالقيادة والريادة في إطار الاتحاد المتوسط، وإلا فإننا سنبقى في هذا التردد. الاتحاد المتوسط للمشروعات بعيدا عن الجانب السياسي. كما تعرفون الجانب السياسي كان أساس عملية برشلونة، وبالتالي سندخل في آلة فنية تقنية بعيدا وفي قوقعة بعيدة عن الاتحاد المتوسطي، يتم فيها التعامل مع موضوعات بعيدة عن التحديات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي نحن قلنا في البداية بأن المغرب وفرنسا لديهما المشروعية والمعرفة والمسؤولية للتقدم في مجال هذا التفكر بشأن الاتحاد المتوسط. شكرا لكم.